ايوه ايوه، يا رب تكون هي. تعالي انت اتاخرتي كده ليه؟ تعالي تعالي يا بنتي، في ايه مالك؟ جبتيني على ملا وشي ليه؟ بسرعه بس هدخل جوه بسرعه، اللبن على النور، تعالي بسرعه. اللبن؟ الحقي اللبن بسرعه. ماشي انا داخله. والله انت هتجننيني معاكي يا بنتي، اصبري اصبري، انت على طول كده متسرعه. اما نشوف اخرتها معاكي ايه يا دعاء. انت بتعملي ايه يا بنتي؟ في ايه مالك؟ اللبن كان على النار يفور، قعدتي تقولي لي تعالي لي بسرعه تعالي لي بسرعه، لبست الشارع اللي انا لابساه وطلعت اجري. ما لو ما كانتش حاجه مهمه ما كنتش قلت لك. طب يلا تعالي يا اختي. يا بنتي اصبري، انت فظيعه كده. ما انا اكيد مش هجيبك على الفاضي، انا جايه اقول لك اخبار تحفه. قولي في ايه؟ فاكره الولد اللي احنا كنا في الشغل كان لسه جاي جديد؟ ايوه، الولد الامور ده كان طول بعرض كده، كان جميل قوي. ايوه هو ده. ماله؟ على الحظ بقى الولد ده طلع قريب واحده صاحبتي بجد. وبالصدفه من كام يوم انا قابلتها في الشارع وهي كانت ماشيه معايا، فانا كنت مستغربه، فقعدت اقول لها كانت هي بتقولي انت مالك بتبصوا له ليه كده قوي؟ فانا رحت قايله لها لا اصل انا بشبه عليه، وهو كان تقريبا معانا في انترفيو شغل او حاجه زي كده. قالت لي اه وهو في نفس مجال شغلك. قلت لها ده انتي تعرفيه؟ قالت لي ده قريبي، ده زي اخويا بالظبط. طب حلو، وبعدين كملي. فجرت معايا كلام وكده، وبعد كده لقيتها بالليل بتتصل بيا امبارح وبتقولي ان هو قال لها على حاجه حلوه قوي. بعدين قال لها ان هو عايز يجي يتقدم لي. يعني هي قالت لك ان هو عايزك انتي؟ انا على فكره محدش يعرف الموضوع ده خالص، انتي اول واحده تعرفي، حتى ماما ما تعرفش. عارفه انا كنت معرفش، اول مره حد يخطفني كده كنت بحلم بيه. غريبه، ما كنتش بتقولي يعني ان انت كنت بتحلمي بيه ولا اي حاجه من دي. لقيت فيه ان هو جان راجل قوي، وبعدين ما كانش عاجبه لما السكيورتي هناك كلمنا بطريقه وحشه. انت يا دعاء؟ انا. ايوه قالت لي انا والله. مش فاهمه انت مالك عامله كده ليه؟ مفيش حاجه، عايزه ميه بس. طيب استني بقى، الولد ده بالمنظر ده والشياكه دي شكله ابن ناس قوي، يحبك انت يا دعاء. يعني انت تلفتي نظره وانا لا؟ ده انا كانت عيني هتطلع عليه. وهل ايه بحلم بيه؟ خدي اشربي يا حبيبتي. اسراء، الميه. شكرا، اشربي. وشك عمل لي كده. مفيش حاجه يا دعاء. امال مالك في ايه؟ او مبسوطالك. انا من ساعه ما كلمتك وانتي بالمنظر ده عادي يعني، على الرغم ان انا قلت ان انتي هيبقى طريقتك غير كده خالص. اصل الغريبه يعني يا دعاء ان هو يعجب بيكي انتي، لا وكمان عايز يتجوزك. ما فكرش ان هو مثلا يمشي معاكي يقضي معاكي يومين، لا ده عايز يتجوزك. ايوه عايز يتجوزني يا بنتي، فيها ايه؟ بعدين ايه الغريبه في ده؟ ايه الغريبه في ايه يا دعاء؟ انت مش شايفه نفسك ولا ايه؟ شايفه نفسي مالي يعني يا اسراء؟ ده انا يا بنتي نازله يعني في البيت اللي جنبك ونازله بشال وبتعاكس في الشارع. ايوه انت ما شاء الله عليكي، لو لبستي اي حاجه شكلك حلو فيها يا اسراء. وبعدين هو ازاي بصلك انتي ما بصليش انا؟ ايه ما بصلكيش انتي؟ مش فاهمه. ايوه انا دراستي عاليه جدا. طب ما انا دراستي زيك. اوكي، ما انا عارفه ان احنا زي بعض، وبعدين بنت ناس قوي، وبعدين بابي عنده شركات، فكان من الطبيعي يبص لي انا مش انتي. انتي اكيد غلطتي، واكيد البنت قالت لك انا وانتي بتقولي على نفسك ان هو انتي. ايه اللي انتي بتقوليه ده يا اسراء؟ اكيد، انتي طول عمرك بتغيري مني. انا هغير منك انتي؟
عشان في كل مكان بنروحه انا اللي ببقى ظاهره مش انتي. ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ انت لبسك على قدك وطريقتك على قدك ودايما كده نايمه كده على نفسك وغلبانه، وهو اكيد يعني واحد ابن الناس بالطريقه دي عمره ما هيبص لك انتي. يعني هو هيبقى عايزك انتي وانا هخطفه منك؟ اتجننتي يا اسراء؟ طيب ما انا صاحبتك وانا ما اقولش ان انا مش صاحبه عمرك، يعني انا صاحبتك، بس انا اللي اولى بيه. انا اللي اولى بيه، انت فاهمه ولا لا؟ انت اخدتيه مني انا، ده حقي انا مش حقك انت. انت في كل حته تقعدي معايا لافته النظر، كله بيحب يتعامل معاكي ويحب يكلمك ويحب يتعامل معاكي قوي، ملاك نازله من السما، مفيش حد بيتكلم عليكي غير ان انت كويسه وقلبك ابيض، مفيش منك. انت ازاي شايله الحقد ده كله ليه؟ ازاي فاهميني؟ عمري ما غيرت منك في يوم، بالعكس انا كنت بحبك دايما احسن مني. يعني انت كنت قاعده معايا نايمه اكله شربه وشايله جواكي كل القرف ده، بجد انا حقوده؟ ده انا حتى بحبك. بتحبيني؟ في حد بيحب حد بيبقى كده؟ انت ما ينفعيش تبقي صاحبه ليا في يوم من الايام. عادي جدا على فكره، انت لسه عادي. انا مش عايزه اعرفك، اطلعي بره حياتي، اطلعي بره حياتي، انت سم. اعوذ بالله منك. انا مش هموت من غيرك يا دعاء، انا الف مين ومين يتمنى ان هو يصاحبني ويبقى جنبي. عن اذنك يا طيبه. مش دايما اللي بيقولك ان هو عايزك وبيحبك وان انت احسن حد في حياته وانه ملوش غيرك، وان انت المميز عنده تبقى انت فعلا كده. في ناس بتستكتر عليك الفرحة الوحيدة اللي ممكن تكون موجودة في حياتك، ما يعرفوش المأساة اللي انت بتعيشها طول حياتك. وناس من جواهم أعوذ بالله ما يعلمش بالقلوب غير الله.